تعتبر من أهم المدن السياحية بإنجلترا. حياكم الله حبايب قلبي، سفرة ويكند جديدة ومدينة جديدة. اليوم مدينة صغيرة لكن مميزة. لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد. سفرة ويكند. أهم الأماكن مدينة باث. وسط باث بتضم مجموعة من المعالم التاريخية والثقافية الأكثر من رائعة. وأيضاً والكوت واللي بتضم مقاهي مريحة واستراحات عصرية. رويال كريسنت اللي بني على شكل حدوة حصان. وأيضاً فيكتوريا بارك بتضم واحد من أشهر الشوارع بباث. تعتبر باث من إحدى أهم المدن السياحية ببريطانيا. عدد سكانها حوالي 84 ألف نسمة. تبعد عن لندن 159 كيلومتر تقريبا. المدينة مشهورة بحماماتها الاستجمامية والعلاجية اللي بتغذيها 3 ينابيع حارة، وبيعود تاريخ استخدامها لزمن الرومان، ولهيك سموها باث. موجود بمدينة باث جامعتين بريطانيتين، وهن باث المرموقة وجامعة باث سبا. طبعا حبايب قال لي المدينة جدا جميلة، وأنصح بقوة تزوروها. كتير حلوة، كتير سياحية، فيها ناس مو طبيعي. أنا ما توقعت تكون سياحية لهالدرجة. لكن لو تسألني شو تنصحنا، أنصح اللي حابب يجي للمدينة شهر عسل، أنصح بقوة جدا جميلة ومناسبة لقضاء شهر عسل. وطبعا يا جماعة بكل، مو بس بريطانيا، بكل أوروبا ما في شيء اسمه بالمجان. الباركينج حتى لو شارع صغير، شارع فرعي، مدينة صغيرة، لازم تدفع. إنها بريطانيا. طبعا يا جماعة جينا الصبح فلازم نفطر. طبعا حنجرب الفطور الانجليزي، وطبعا هون الطعمة اصلية، خلينا نجربها. تعالوا معي. طبعا يا جماعة هذا هو الفطور الانجليزي، عبارة عن بيض مع توست مع اي سبانخ، طبعا طماطم، وكل مكان طبعا بيعملوا فيه هيك حركات ولمسات خاصة فيهم. طبعا هون حتى في جبنة. رهيب. هاي كانت رحلتنا للمدينة، أتمنى تنال إعجابكم. لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد.
سلام. سفرة ويكند.